سنوات ونحن في حزن ونحن في ألم، ولكن تحملنا، بل كنا مغصوبين على هذا الألم. إلى كل الإعلاميين والناشطين، أدعوكم جميعا بلا استثناء، سواء في الشمال أو في الجنوب، في صنعاء أو في عدن. المتابعين والمتابعات، أسعد الله مساءكم وسلام من الله عليكم أينما كنتم. قبل التفاصيل أو الخوض في هذا الفيديو، لا تنسوا الصلاة على النبي، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا لا ننسي الدعاء إلى هذا الوطن الحبيب، اللهم احفظ اليمن وشعب اليمن. أيضا لا تنسوا الانضمام إلى هذه القناة، ولا تنسوا توزيع هذا الفيديو على كل الناس. إذا تحب اليمن وتحب الوطن، اضغط لايك واكتب تعليق واسمع الفيديو إلى النهاية. هذا الكلام لن يقوله أحدا قبلي ولن يقوله أحدا بعدي، ولكم التعليق. إلى المسؤولين في هذا الوطن، سواء كانوا في صنعاء وفي عدن، لقد عشنا سنوات ونحن في حزن ونحن في ألم، ولكن تحملنا، بل كنا مغصوبين على هذا الألم. ولكن ما ذنب هذا الطفل أن يولد وسط هذه الفتن؟ هل كل ذنبه أنه موجود في اليمن؟ والله لا يوجد بيتا في اليمن إلا وقد دفع الثمن. كلا فقد شخصا عزيزا عليه، سواء كان أبا أو أما أو أخا. لقد فقدنا كل شيء في هذا الوطن. هناك من فقدت زوجها، وهناك من فقد زوجته، وهناك من فقد أباه، وهناك من فقد أمه، وهناك من فقد أطفاله، وهناك من فقد عمله. ألا يكفي كل هذا؟ إلى المسؤولين والسياسيين في هذا الوطن، إلى متى ستبقون مختلفين؟ إلى متى سيبقى شتات هذا الوطن؟ أما آن لكم أن تعلنوا سلاما، أن تعلنوا حب الوطن؟ أما آن لكم أن نكون أخوة من صنعاء ولا عدن؟ متى سيحصل هذا؟ متى سيحصل هذا؟ نحن نتشوق إلى الصلح، نحن نتوسل إليكم أن تعلنوا صلحا، أن يعود الحب في هذا الوطن. لقد تعبنا وملينا، ونحن الشعب من يدفع الثمن. إلى السياسيين والمسؤولين في هذا الوطن، يكفي خلافات، يكفي ما قد ضاع من هذا الوطن. أما آن لنا ولكم أن نعلن حب الوطن؟ أما آن لكم ولنا أن نبني هذا الوطن؟ إلى متى سنبقى مختلفين؟ متى ستعانق صنعاء عدن؟ أما آن لنا ولكم أن نعلن حب هذا الوطن؟ حان الوقت نعلن السلام ونلم الشمل في هذا الوطن، لا حزبية لا طائفية. هنا حب الوطن. نحن نتمنى أن يزول هذه الخلافات. أنا أتكلم حبا في هذا الوطن. أنا لا أنتمي إلى أي حزب ولا أحب الأحزاب والسياسة. كلنا نحب هذا الوطن، وندعوكم أيها السياسيين أيها المسؤولون أن تحبوا معنا هذا الوطن، أن ننسي الخلافات، أن يكون هناك سلام في هذا الوطن. لماذا لا نعود كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أهل اليمن هم أهل الحكمة، هم أهل الإيمان، هم أطيب القلوب، ولكن لقد أصبحنا مشتتين في كل الدول، لقد أصبحنا بلا وطن. أما آن لكم أن تحبوا هذا الوطن؟ أطفالنا يموتون من الجوع ونحن نعيش في حزن وألم. أنتم لا تعلمون آهاتنا وأحزاننا، أنتم لا تعلمون أن هناك من يدفع الثمن. ألا تعلمون أن هناك من لا يجد قوت يومه في هذا الوطن؟ إلى متى أيها السياسيين؟ أما آن لكم أن تعلنوا حب هذا الوطن؟ يكفي خلافات، لقد تعبنا. إلى كل الإعلاميين والناشطين، أدعوكم جميعا بلا استثناء، سواء في الشمال أو في الجنوب، في صنعاء أو في عدن. يجب أن نكون سند
إلى المسؤولين، إلى السياسيين، حتى نصل إلى حل في هذه الخلافات. يجب أن ندعو للسلام ولا ندعي إلى الفتن. لا نحمل فلان وفلان الخطأ، لقد حصل ما حصل، يجب أن نعالج هذا. يجب أن ندعو إلى حب الوطن. إليكم أيها السياسيين، يكفي خلافات، كلنا نكون يد واحدة من أجل هذا الوطن، من أجل بناء هذا الوطن. أناشد كل الصحفيين، أناشد كل الإعلاميين أن نعمل حملة هي حب الوطن، حملة للتصالح، للتسامح من أجل هذا الوطن. لقد تعبنا والله.